السلام عليكم. ومين قال إنه بسكويت اللوتس مختصر على تشيز كيك اللوتس؟ أكيد طعمه بالتشيز كيك لا يقاوم، بس شو رأيكم اليوم نستخدمه بشي مختلف، شيء منعش وبياخدنا لعالم تاني. مجرد لقمة واحدة من آيس كريم اللوتس رح يوقعنا بغرامه. وصفة اليوم مبتكرة من عندي وعلى طريقتي الخاصة، وشو في أحلى من إنك تحضري آيس كريم ولا أطيب ببيتك وبخطوات كتير بسيطة لتقدمي طبق حلو منعش وطيب لعيلتك وضيوفك من بعد يوم صيام طويل ومتعب. مقادير الآيس كريم هي: 1 كوب كبير حليب مكثف، 2 علبة قشطة بوك أو كوب كبير، فيكن تستخدموا أي نوع قشطة معتمدينها بحلوياتكن، بس أنا بفضل قشطة بوك أو أي قشطة شبيهة. ورح يلزمنا 1 معلقة كبيرة زبدة اللوتس، 1 معلقة كبيرة فانيليا، ورح يلزمنا كوب جبن كريمي. أنا هون استخدمت علبة جبن فيلادلفيا، فيكن تستخدموا بديل إلها ب5 حبات جبنة كيري. ورح يلزمنا شوكولا مبروشة أو فيكن تستخدموا أي نوع شوكولا تانية انتو بتفضلوها. وأكيد رح يلزمنا علبة بسكويت لوتس، ورح نترك كم حبة على جنب لنستخدمهم بالتزيين. بالبداية رح نخفق الحليب المكثف مع الجبنة والقشطة وزبدة اللوتس والفانيليا، إما بالخلاط أو بالمضرب الكهربائي، ليصير عنا خليط ناعم كتير وما فيه أي حبيبات متكتلة. بعدين رح نجيب علبة بلاستيك إلها غطا، نحط فيها نايلو رقيق بالقاع، ومنجيب بسكويت اللوتس ومنكسره لقطع صغيرة ومنحطهم بقاع العلبة. أنا هون اكتفيت بس بنصف علبة بسكويت لوتس، فيكن تكتروا الكمية لو حبيتوا. بعدين رح نجيب الشوكولا المبروشة أو قطع الشوكولا يلي انتي عم تستخدميها ورش عليهن، وخلي شوي من الشوكولا للتزيين. بعدين رح نسكب خليط الآيس كريم فوق البسكويت والشوكولا، ونحرك شوي وبلطف لحتى يتداخل البسكويت مع الآيس كريم. بعدين منغطي الخليط بنايلون تاني ومنغطي العلبة بالغطاء الخاص فيها، ومندخلها على الفريزر لمدة ليلة كاملة، وبعدين رح نشوف طريقة التقديم. وقبل تزيين وتقديم الآيس كريم رح ندوب معلقة كبيرة من زبدة اللوتس مع نصف معلقة كبيرة زبدة، رح ندوبهم بالميكروويف ومنحطهم على جنب لوقت التزيين. وهلأ بعد ما طلعنا الآيس كريم من الفريزر وتأكدنا إنها تماسكت تمام، رح أقلبها على دفة تقطيع وقطعها لنصفين، نصف رح رجعه على الفريزر ونصف رح زينه وقدمه. هالشي بتعمليه على حسب عدد الأشخاص يلي رح تقدمي لهن هالتحفة الفنية. وهلأ منحط الآيس كريم بطبق تقديم ومنزين ببسكويت اللوتس يلي خلينا منه كم حبة على جنب وطحناهن، ومنزين بالشوكولا المبروشة والمكسرات وصوص الشوكولا حسب رغبتك. فيكن تتفننوا على ذوقكن بهي المرحلة، مو شرط أبدا التقيد بطريقتي. وهلأ صار فيني إلكن استمتعوا بهالطعم الغني يلي بيجمع بين نكهة اللوتس والشوكولا.
وإذا كنتوا مثلي من عشاق محلات الآيس كريمز العالمية مثل باسكين أند روبنز مثلا، ما عاد في داعي أبدا تروحوا مصاري كتير لتاكلوا كمية آيس كريم قليلة. صار فيكن وببساطة تعملوا الكمية يلي بدكن ياها وبأقل التكاليف. وبالختام بتمنى تدعولي دعوة حلوة من قلبكن، وتدعموني وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكن كل جديد. وإلى اللقاء بوصفة جديدة.